الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأناه من شرح كتاب الأربعين النووية لمولانا شرف الدين النووي رضي الله عنه وعنا به في الدارين آمين. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند حديث سيدنا جبريل المشهور، ووقفنا عند سؤاله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا اليوم إن شاء الله نكمل شرح هذا الحديث، وهو السؤال المهم الذي يهم كل مسلم. فبعدما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، ثم قال له أي الرجل وهو سيدنا جبريل: فأخبرني عن الساعة، أي عن وقت مجيئها، والمراد بها هنا يوم القيامة. وسميت ساعة لأنها تأتي في ساعة، يعني في ساعة تأتي يوم القيامة، فيموت الخلق جميعا في مكانهم، حتى إن أحدهم يرفع اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. يعني لما تأتي الساعة كده في ساعة تأتي كل الناس يكون فيها فناء البشرية والكون جميعا. طيب، هنا بيقولوا طيب هو سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكلها تتعلق بالعبادات، فما هو مناسبة أن يسأله عن الساعة هنا؟ يعني ليه سأل عن الساعة مباشرة بعد ما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ قال متى الساعة؟ قالوا لأنه لما استقر في قلبه وفي قلب أي مسلم، حينما يستقر الإسلام والإيمان عقيدة ويقينا وعملا، والإحسان مراقبة ومشاهدة، فبعدها مباشرة يبقى طيب متى الساعة بقى عشان أنال جزاء الإسلام والإيمان والإحسان؟ يبقى السؤال أتى لأنه استقر في قلبه الإسلام والإيمان والإحسان، بعدها على طول يبقى متى الساعة؟ وذلك السائل لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. طيب أنت أعددت إيه للساعة؟ فهنا كأنه هو أعد للساعة إسلاما وإيمانا وإحسانا، فيسأل عن الساعة لينال جزاء هذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أن الخلائق جميعا في أمر الساعة سواء، يعني كل الخلائق، يعني هذا الأمر أمر الساعة مما استأثر به المولى سبحانه وتعالى به نفسه، فلا يعلمه أي إنسان أو أي مخلوق أبدا. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال له أي الرجل: يعني أنت طيب
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كساعة. طب هل لها علامات، إشارات، أمارات نعرفها بها؟ قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها ومقدماتها. إن كنت لا تعرف متى الساعة فأكيد عندك علم أن هناك علامات أو أمارات لهذه الساعة. والساعة لها أمارات كما نعلم، أمارات صغرى وأمارات كبرى. قالوا أن أمارات الساعة الصغرى بلغت 150 علامة، 150 علامة لقيام الساعة، العلامات الصغرى. وقالوا أن العلامات الصغرى 3 أقسام: قسم أي علامات ظهرت وانتهت، وعلامات ظهرت وتتكرر، وعلامات لم تظهر. ده بالنسبة لإيه؟ العلامات الصغرى. العلامات الصغرى في علامات ظهرت وانتهت، وعلامات ظهرت وتتكرر مع الزمن لسه مستمرة برضو، وعلامات لم تظهر أصلا. قالوا من علامات الساعة التي ظهرت وانتهت، أول علامة للساعة هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والمسبحة صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول ننسب هذه للنبي ما نقولش السبابة، نقول السبابة احنا في كلامنا العادي احنا نقول السبابة. لأنه ليه سبابة؟ لأنه في الواحد بيستخدمها في السب، يعني أحيانا انت عملت وسويته كده، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يسميها المسبحة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار بالوسطى والسبابة. ومن علامات الساعة أيضا التي ظهرت وانتهت انشقاق القمر مثلا، مش كده برضو؟ علامة أتت ولا ما أتتش؟ أتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات أتت وظهرت. خروج نار من أرض الحجاز حتى يرى من ضوئها رقاب الإبل في بصرة في الشام، وهذه ظهرت. ففي علامات ظهرت، وعلامات ظهرت وتتكرر وتستمر، كثيرا من علامات الساعة، وهي اللي عدوها حوالي 150 علامة من علامات الساعة. يعني هنا ذكروا بعضها العلماء، فالواحد لما يقرأ عنها هو بنفسه هيعرف إذا كان ظهرت أو لم تظهر هذه العلامات. يعني من علاماتها مثلا كثرة قول الزور، دي ظهرت ولا لسه ما ظهرتش؟ ظهرت، مش كده برضو؟ قلة العلم وانتشار الجهل ظهرت. كذلك إذا وسد الأمر إلى غير أهله كما قال صلى الله عليه وسلم: فانتظروا الساعة. مش حصل كده أن يسود الناس أو القبيلة أرازلها، يعني القبائل أو العائلات تلاقي هو يعني رئيسها الناس اللي هي مش مظبوطة. كذلك من أمارات الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكثر فيها شرب الخمر. ظهرت وتستمر ومستمرة. يكثر فيها الزنا، يكثر فيها منها الهرج. دي كلها علامات ظهرت وتستمر أيضا. وعلامات لم تظهر مثلا من علامات الصغرى كأن تكون جزيرة العرب مروجا أو تعود مروجا خضراء، هذه علامة لم تظهر حتى اليوم. أما العلامات الكبرى كلها لم تظهر. والعلامات الكبرى منها طبعا خروج أو ظهور المسيح الدجال، ونزول سيدنا عيسى، والدابة التي تكلم الناس، ويأجوج ومأجوج، وهدم الكعبة، والدخان. كل هذه علامات كبرى لم تظهر. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من أن نشهدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها.
فسيدنا النبي أداله أمرتين من الأمرات التي ظهرت وتتكرر. قال أن تلد الأمة ربتها، من علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. سيدنا النبي أداله علامتين بس من علامات الساعة. قال له أول علامة أن تلد الأمة ربتها. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هنا الشيخ بيتحدث عن احتمالين لولادة الأمة ربتها. الأمة يعني العبدة أو الجارية تولد بنت أو ابن يكون أو تكون هذه البنت أو الابن هو سيدها. كيف ذلك؟ قالوا يأتي زمان أو أتى قبل ذلك أيضا أنه يكسر وجود الإماء أو السرايا، فالإنسان الحر يتزوج من أمة أو سرية فينجب منها بنتا أو ابنا. يعني السيد المالك تزوج الأمة أو السرية اللي عنده فأنجب منها بنتا أو ولدا، فالبنت أو الولد يكون سيدا على أمه لأنه له ما لأبيه من الملكية. فلما تولد بنت تبقى كأنه البنت دي ستة، وهذا ينتشر أيضا في آخر الزمان. أو المرأة الجارية تتزوج فتنجب ثم بعد ذلك تباع، ثم من أنجبته ذكرا وأنثى بعد ذلك يشتريها فتكون في ملكه ولا يدري أنها أمه. شوف إزاي؟ ده تفسير لهذا أن تلد الأمة ربتها. التفسير الثاني وهو برضو تفسير مقبول جدا، وهو أن تلد الأمة ربتها أي يكثر العقوق في الأبناء فيعامل الابن أو البنت أمه كما يعامل الجارية. وده حاصل، يعني الابن أو البنت يتعامل مع أبوه أو أمه معاملة جارية، يتحكم فيها ويأمرها ويشتمها معاملة الجارية، فكأنها أمة ولدت ابنة. وهذا هو الذي ينتشر في هذا الزمان. يمكن أن تلد الأمة ربتها عدم وجود الجواري أو السرايا مش موجود كثير، لكن التفسير الثاني أو المعنى الثاني موجود جدا. كثير من الأبناء أو البنات يعقون أمهاتهم فيعاملونها كالجارية، فكأن الأم أمة أنجبت سيدة تتحكم فيها. ومن علاماتها أيضا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة أو الشاء يتطاولون في البنيان. إيه معنى هذا الكلام؟ أنه من علامات الساعة إنك أنت هتشوف الناس العالة الحفاة، والحفاة الذين لا يلبسون نعالا، العراه الذين ليس عليهم ثياب، أو قالوا المقصود أنه مش ليس عليه ثياب خالص، يعني أي ليس يلبس ثيابا تليق بإنسان، ثياب كده مقطعة، ثياب مبهدلة، ثياب قصيرة مش مضبوطة. هؤلاء الصنف الحفاة العراه رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. وهنا العالة اللي هم ايه؟ الفقراء، فقراء الناس الذي يعولهم الناس، تمام؟ تجدهم هم الذين يتطاولون في البنيان. وليه خص الحفاة العراه رعاة الشاة؟ قالوا لأن راعي الشاة في البادية هو أفقر الناس مالا، لأنه ممكن يكون راعي إبل والإبل دي ثمنها غالي جدا جدا، أو راعي بقر والبقر ثمنها غالي، أو راعي معها خيل. لكن خص رعاة الشاة لأنها أفقر شيء أو أقل شيء في الأموال الشاه، فخصهم صلى الله عليه وسلم. فقال والمراد هنا بمعنى إيه؟ قال أن أسافل الناس يصيرون أكابر
وأصحاب ثروة ظاهرة وتكثر أموالهم وينصرف همهم إلى تشييد البنيان وزخرفته. سيدنا الشيخ هنا بيشرح ويقول ما معنى أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان؟ يعني هيجي زمان تمام تلاقي الناس اللي هي كانت فقيرة جدا ومش لاقي حاجة خالص، هيجي وقت وزمن هم دول اللي هتقوم ايه أصحاب العماير وأصحاب المباني ويتفاخرون بها. إنما يبني على كده في يعني للبنيان أو للستر أو لكذا ما فيهاش حاجة، بدون نية أنه يتباهى. المنهي عنه هنا إيه؟ أن يكون البناء بنية التكبر أو التباهي. فإذا حدث ذلك أي رأيت هؤلاء الصنف من الناس يتطاولون ويتفاخرون في بنيانهم، أي أن الواحد يفاخر أخاه بأنه بنيانه عمارته أعلى من عمارة الثاني. إذا كان وصلنا إلى هذا الحد يبقى برضو ننتظر أو علامة من علامات الساعة. وهذا برضو حصل أم لم يحصل؟ حصل، مش كده برضو؟ طيب، ويقول الإنسان لأخيه بنياني أحسن من بنيانك، ويقول ذلك عجبا وتكبرا، أي عندما يحصل هذا وأن يقول له عمارتي أكبر من عمارتك وبيتي أحسن من بيتك وأنا بيتي مزخرف أكثر من بيتك، إذا كان عجبا وتكبرا فهذا علامة من علامات الساعة. طيب، ليه؟ طيب، لأنه كما أننا يعني نقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، مش كده برضه؟ وكل ما لا يكن أو لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بدعة. فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا الحسن البصري كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتناول سقفها بيدي. أتناول سقف إيه؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو وقف سيدنا الحسن بيقول لو وقفت كده ورفعت إيدي أمسك سقف حجرة أو حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترى أن الناس يتفاخرون في البيان، وهذا حاصل، يعني شوف فين أكبر ناطحات سحاب وأكبر وأطول عماير في بلاد التي كانت هي التي ترعى الأغنام، مش كده برضو؟ أهل البادية هم اللي يتطاولون في البنيان. فهذه علامة من علامات الساعة. طيب، قالوا ومن علاماتها الصغرى قبض العلم بموت أهله وكثرة الزلازل والفتن والزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين والتجاهر بالمعاصي وإضاعة الصلاة والأمانة وتعطيل الحدود وقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعراض الأكابر عن الآذان. برضو من الحاجات من علامات الساعة أنه الناس مش كل واحد يعني يتقدم على الأذان. يعني كثير من الناس يكون عنده كبر أنه يأذن، يحس أنه الأذان ده حاجة قليلة، لا ما أذنش أنا، يأذن فلان. هذه علامة من علامات الساعة، أن الإنسان يتكبر تكبرا عن الأذان، إنما مش عارف يأذن أو بيتكسف أو بيخجل أو كذا، لا ما يدخلش في هذا الباب، إنما إذا كان ذلك تكبرا. طيب، ثم قال ثم انطلق أي السائل فلبست، سيدنا عمر بيقول كده، فلبست أي مكست فترة كده، وقيل أنها 3 أيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا عمر أتدري من السائل الذي سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعن فتن الزمان؟ قلت الله ورسوله أعلم. قالوا وخص سيدنا عمر بالحديث أو بالنداء من بين الحاضرين، قال يا عمر، وكان كثير من الصحابة جالسين، قالوا يدل ذلك على جلالته ورفعة مقامه ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت الله ورسوله أعلم.
قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا فيه كده ملحظ خفيف كده نختم به هذا الحديث وهذا الدرس. سيدنا النبي قال ايه؟ هذا جبريل. قال أتانا يعلمنا ولا قال أتاكم؟ قال أتاكم، يعني الذي يتعلم هنا هو الصحابة وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه محدش يظن أنه سيدنا جبريل برضو جاء يعلم سيدنا النبي برضو، إنما أتى ليعلم الصحابة من خلال رسول الله، بدليل على أنه الذي أجاب الأسئلة مين؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أتاكم يعلمكم أي التعليم للأمة أمور دينكم. ليه؟ لأن هذا الحديث كما ذكرنا في بدايته جمع مراتب الدين كلها، إسلاما وإيمانا وإحسانا وفتن زمان والسؤال عن الساعة، فكأنه جمع في هذا الحديث كل أمور الدين التي يحتاجها المسلم المقبل على ربه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من هذا الحديث، وقد أنهينا شرح هذا الحديث وهو الحديث الثاني من 40 نووية. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا فتن الزمان لننجو منها بأنفسنا وبأولادنا، وأن نعلم هذه العلامات لنبتعد عنها ولا نكون سببا في أن نكون علامة من علامات يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله.